يا باشا الموضوع طلع اكبر بكتير جدا من اللي بيتقال عن مستشفى الشاطبي. انا كنت بشوف ستات متهانه وهددني لو سعيت ان انا انشر الرسائل دي. لحد النهارده مفيش ست قابلتها حتى لو كان عمرها 70 سنه بتبقى ناسيه اللي اتعرضت له في الولاده. الست اللي بتتعرض لصدمه دي ست في بيت، عمود البيت. الطبيبة المحترمة اللي بتشوفها قدام حضرتك دلوقتي على الشاشة اسمها دكتورة فريدة محجوب. السلام عليكم، أنا دكتورة فريدة محجوب، طبيبة وباحثة الدكتوراه في صحة المرأة والطفل، ودي شهادتي فيما يخص تجربتي في التعامل مع العنف التوليدي في مصر. دكتورة فريدة خرجت في خلال فيديو على صفحتها الشخصية بتتكلم عن أبحاث علمية عملتها عن الاكتئاب اللي بيحصل للست ما بعد الولادة، واللي وفقا لأبحاثها دي حوالي 78% من الستات المصرية بيجي لهم اكتئاب ما بعد الولادة. الصدمة بقى إن المعدل ده أعلى من المعدل العالمي اللي وصل نسبته ل 15% بس. في سنة 2013 أنا بدأت الماجستير الأول، وكان موضوع الرسالة عن اكتئاب ما بعد الولادة. بدأت أدرس النسب وتعاملت مع أمهات أعمار أولادهم شهرين و4 و6 و9 و12 شهر، واشتغلت معاهم في مراكز صحية مختلفة في القاهرة الكبرى. ونتائج البحث ده كانت النسب عدت ال 78% بالمقارنة بالنسب العالمية اللي كانت في حدود ال 15% تقريبا. المصيبة الكبيرة بقى إن ال 78% اللي بيجي لهم اكتئاب ما بعد الولادة دول في منهم 13% عندهم أعراض ذهنية، واللي بيحتاجوا لرعاية خاصة ومعاملة خاصة. النسبة دي اللي هي 78% تقريبا طلع في منهم 13% عندهم أعراض ذهنية، والأمهات دي ساعتها بتكون محتاجة رعاية متخصصة من المستوى الثالث. دكتورة فريدة كمان بتقول إن معظم الناس اللي حوالين اللي لسه والدة دي بيفتكروا إن ده دلع منها، وإن ده العادي إن يحصل لها اكتئاب ما بعد الولادة، على عكس الواقع تماما. إن الناس دي أو المجتمع ده مش فاهم إيه اللي الست بتمر بيه وإيه سببه أصلا. قبل البحث ده الامهات دي كانت موجوده في وسط الناس عادي جدا، محدش عارف، وبيتقال لها دي بتدلع، دي ما كل الستات خلفت وحاجات زي كده. وهنا هتنقلنا لمرحله تانية علشان نعرف سبب الاكتئاب ده ايه. قالت ان الستات الاكثر عرضه للاعراض دي او الاكتئاب ما بعد الولاده ده جزء كبير من اسبابه انهم اتعرضوا لصدمه اثناء الولاده داخل المؤسسات الصحيه. الامهات اللي كانت اكثر عرضه ونتائجهم صادمه جدا في الدراسه البحثيه اللي ليها علاقه بالاكتئاب كانوا تعرضوا لصدمه وقت ولادتهم في تجربة الحمل والولادة في المنشآت الصحية. ومهم جدا ان انا اوضح نقطة مهمة وفي غاية الاهمية، ان في ستات كتيرة لما بتبقى داخل المستشفى بتفتكر ان الولادة عموما هي بالشكل ده، عادي مثلا دكتور يشخط فيها او يكون حد معاها او ما شابه ذلك. الست دي بيحصل لها اكتئاب ما بعد الولادة وهي اساسا ما بتبقاش عارفة ده سببه ايه. الامهات اتجمعوا من مراكز صحية مختلفة، فكانوا ولدوا في مستشفيات مختلفة، فما كانش فيه ساعتها ترشيح او توجه معين ان المنشأة دي هي بس اللي بيحصل فيها المشكلة. اللي اضافت ان الممارسات اللي بتؤدي للاكتئاب ما بعد الولادة دي بتسمى او بتندرج تحت لفظ او مصطلح العنف التوليدي، وشيل البه وحط مكانها فه، واللي شرحت جزء منه بالشكل اللي هتسمعه وتشوفه ده. وللي مش عارف، العنف التوليدي ده مصطلح بيضم 14 ممارسة بتتوجه للأمهات، من أول لفظي التأنيب، إن عدم وجود رفيق في وقت الولادة، الخصوصية، إنه في مثلا عنابر الولادة أو الكشك زي ما بيتسمى عندنا في الدمرداش ما بيبقاش فيه ستاير بين السراير أحيانا. أضافت كمان إنها عملت دراسة بحثية في مستشفى القصر العيني، واللي كانت بتتضمن تحسين المعاملة وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للسيدات اللي داخلين يولدوا. سنة 2018 بدأت دراسة بحثية جديدة في مستشفى القصر العيني، كان مدير المستشفى ساعتها دكتور أحمد محمود، ووضحت له انه الخطه البحثيه دي هدفها ان احنا نساعد الاطباء والامهات والمستشفى بالحاجات اللي ممكن تحسن من جوده الخدمه. الى انها للاسف قالت انها قوبلت بالرفض والرد السلبي من مدير المستشفى، واللي كان عنده اسم المؤسسه وتاريخها وعراقتها اهم بكتير قوي من دراساتها البحثيه. رد فعل دكتور احمد كان ساعتها في منتهى العنف. هو انت بتسيئي لزمايلك، انت بتسيئي للمستشفى القصر العيني، مستشفى عريق، احنا ما عندناش الكلام ده، انت ضربتي النتائج، وبدا يشكك في كل كلمه انا بقولها، وهددني لو سعيت ان انا انشر الرسائل دي. الدكتوره كمان بتقول ان في خلال تجاربها او دراساتها البحثيه دي ما قابلتش ست حتى لو عندها 70 سنه ناسيه التجربه بتاعت الولاده، خصوصا لو اتعرضت للاحداث اللي احنا بنتكلم فيها دي. لحد النهارده ما فيش ست قابلتها حتى لو كان عمرها 70 سنه بتبقى ناسيه اللي اتعرضت له في الولاده. ممكن اسال حد انت اكلت ايه من كام يوم ما يفتكرش، لكن الستات اللي اتعرضت لتروما، لصدمه وقت الولاده وعنف
التجربه دي عمرها ما نسيته. واضافت الدكتوره فريده انه على الرغم من اللي اتقال عن مستشفى الشاطبي من تجاوزات واللي حصل واللي قيل خلال اليومين اللي فاتوا دول، الا انها تمنت ان اللي حصل ده يكون بدايه انفراجه جديده لتحسين الخدمه المقدمه للستات اللي بيولدوا. ما ان شاء الله اللي بيحصل دلوقتي ده يحرك الدنيا ويبقى فيه انفراجه، انه الستات تاخد ريسبكتفul كير بحقيقي. وقالت كمان جملة في غاية الأهمية، إن اللي بيحصل من صدمات أثناء التوليد أو أثناء الولادة مش بس بيأثر نفسيا على الست اللي بتولد، لا ده كمان بيأثر على زوجها وأولادها وأسرتها والمحيطين بيها بشكل مباشر. الست اللي بتتعرض لصدمه دي ست في بيت، عمود البيت، لما تبقى بتتعرض للضغط ده كله وللاهانات دي كلها، دي ما بتروحش في حته، دي بتفرقع في ولادنا وفي جوازتنا وفي بيوتنا وفي كل حته. وأضافت كمان إن كل الأبحاث اللي اتكلمت عنها واللي عملتها دي موثقة للاستخدام العلمي، وما عندهاش أي مشكلة إطلاقا في عرض الأبحاث دي أو المساءلة القانونية أو الإدلاء بشهاداتها. كل خطواتي موثقة، وعندي بقى قاعدة بيانات اللي كانوا معايا في الدراسة نقدر نرجع لهم، بياناتهم متكودة طبعا للاستخدام العلمي، لكن للاستخدام القانوني إذا اتفتح تحقيق في ده أنا هبقى جاهزة إن أنا أسلم أوراقي وجاهزة بشهادتي كطبيبة وكحد اشتغل في الصحة النفسية مع الأمهات ومع الستات لسنين طويلة. في النهاية كل اللي حصل وقيل عن مستشفى الشاطبي دي، سواء التحقيقات أسفرت إنه حصل أو ما حصلش، فإحنا دلوقتي قدام أبحاث علمية في غاية الخطورة وغاية الأهمية. الأبحاث اللي بتوضح إن في مشكلة بتحصل أثناء التوليد وبيترتب عليها مشاكل كتيرة جدا نفسية وصحية لإخواتنا وبناتنا وستاتنا اللي بيولدوا. تبنوا الكلام اللي بتقوله الدكتورة ده، ولو كان صحيح طبقوه في المستشفيات لتحسين الخدمة. أهم من ده كله، لو وصلتوا للجزء ده ما تنسيش تقول لنا هل كلام الدكتورة ده ينطبق عليكي فيما بعد الولادة ولا لا، أو في المجمل شايف كلام الدكتورة ده صح ولا غلط. وصلوا الكلام ده لكل الناس للوعي بس كده.